شهد ملعب طنجة الكبير صباح اليوم خطوة محورية ضمن مشروع تغطيته، حيث تم الكشف عن الآلات الهيدروليكية الضخمة التي ستستخدم في عملية شد الكوابل الفولاذية، في مؤشر واضح على اقتراب انطلاق عملية رفع السقف التي تعد من أكثر المراحل تعقيداً ودقة في المشروع. وقد حضر هذه المرحلة عدد من الكوادر الهندسية المغربية إلى جانب خبراء من شركة فايفر الألمانية المتخصصة عالمياً في أنظمة الشد المعماري وهياكل الكابلات. عملية شد الكوابل الفولاذية ستتم على مراحل دقيقة باستخدام أنظمة هيدروليكية متطورة تعرف باسم هيدروليك ستراند جاكس، وهي رافعات تعمل بالضغط العالي وتتيح شد الكابلات بدرجة عالية من الدقة والتحكم، مع مراقبة دقيقة لمستوى التوتر في كل كابل من خلال حساسات إلكترونية متقدمة. الهدف من هذه التقنية هو ضمان توازن القوة بشكل مثالي على جميع نقاط الشد لتفادي أي تشوهات أو اختلالات في الهيكل العام للسقف. هذه المرحلة تعتبر من بين أهم مراحل المشروع، وتشكل نقطة تحول كبرى في تأهيل ملعب طنجة الكبير لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، كما تعكس التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية الرياضية وفق أحدث المعايير الدولية من حيث التقنيات المعتمدة والجودة المعمارية والهندسية.